السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منورني مشرفني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة ليك يا برج الجوزاء من سلسلة جديدة بعنوان إسقاط نفسي. هنشوف إسقاطك النفسي النهاردة هيقول إيه لطاقة إبريل 2026. وقراءتك إن شاء الله هتكون يا برج الجوزاء بتاريخ 5/4/2026. أتمنى قراءة في حضراتكم، تمنياتي لكم مشاهدة ممتعة مفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله، وهذا توقعات وليس إلا. تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أصحاب برج الجوزاء، نسمي بسم الله ونشوف طاقتك اليوم يا برج الجوزاء، ونشوف إسقاطك النفسي ورؤيتك إيه على جميع الأصعدة في حياتك. في نهاية القراءة إن شاء الله هناخد كارت من كروت السر، نشوف هيديك نصيحة، بشارة، تحذير. ونسمي بسم الله ونبتدي طاقتك اليوم يا برج الجوزاء في إسقاطك النفسي. برج الجوزاء، أنت مش متقلب زي ما الناس فاكرة. لو الناس فاكرة وبتقولك إن أنت متقلب، أنت مش متقلب. أنت عندك عقل شغال زيادة عن الطبيعي، وده اللي مخليك دايما شايف أكتر من احتمال في نفس اللحظة. شايف الطريق وبديله ونتيجته قبل ما تمشي فيه أصلا. أنت الجوزاء، الذكاء، وده بيديك إحساس بالسيطرة من بره، لكن من جواك بيخلق حالة فوضى مش سهلة ما يحسهاش إلا الجوزاء. ليه؟ لأنك مش عارف تثبت على إحساس واحد. كل حاجة جواك قابلة للتغيير في لحظة، كل حاجة قابلة للتغيير في لحظة. انت يا جوزاء بتدخل اي علاقة بعقلك الاول مش بقلبك، تراقب، تحلل، تلاحظ التفاصيل الصغيرة، وتكون صورة كاملة قبل ما تدي نفسك فرصة انك تحس بصدق. وده بيخليك تبان كشخص تقيل ومش سهل، بس الحقيقة انك خايف تتسرع فتندم، وخايف تتعلق فتتوجع، فبتحط مسافة آمنة بينك وبين أي إحساس حقيقي. اللي محدش واخد باله منه إنك يا جوزاء عندك احتياج كبير للتواصل. مش بس كلام وخلاص، لأ، أنت محتاج حد يفهم طريقتك، يدخل دماغك، يستوعبك ويستوعب سرعتك، ويتقبل إنك مش شخص ثابت لكن متغير حسب إحساسك ولحظتك. أنت محتاج ده. بس في نفس الوقت أول ما بتلاقي حد بدأ يقرب بجد، بتبتدي تحس إنك أنت محاصر، كأنك فقدت حريتك، فبتهرب. فبتهرب. وده أول إسقاط نفسي واضح عندك من طاقتك اليوم. ليه؟ لأنك بتربط القرب بالاختناق، وبتربط الحب بفقدان السيطرة، فبتشوف أي حد بيقرب منك كأنه ممكن يأيدك، حتى لو هو أصلا مش بيحاول إنه يأيدك أو يعمل كده. وده بقى بيخليك يا جوزاء تفسر الاهتمام على إنه ضغط. يعني لو حبيبك اهتم بيك، أنت بتحس إن هو بيضغطك.
والتقرب على انه محاولة ان هو يسيطر عليك. كمان انت عندك طريقة غريبة يا جوزاء في التعامل مع مشاعرك كمان، بدل ما بتعيشها بتحولها لفكرة، تحللها، تناقشها مع نفسك وتفككها لحد ما تفقد احساسها، بتبهدلها، بتمرمطها. وده بيخليك تبان بارد اوقات او مش واضح، لانك ببساطة مش عايش اللحظة، انت بتفكر فيها بس. وده بقى بيخلي اللي قدامك يحس انك متناقض، يوم تبقى مهتم جدا، تتكلم، تقرب، تضحك وتبين كل حاجة، ويوم تاني تختفي وترد ببرود او تسكت خالص. وده عشان اطمنك مش لعب، ده انعكاس لحالتك الداخلية، لانك بتتحرك حسب تفكيرك مش حسب ثبات احساسك. حسب تفكيرك مش حسب ثبات احساسك. وفي عمقك بقى في جرح قديم مأثر عليك اكتر ما انت متخيل. جرح قديم، جرح خلاك تحس انك اتفهمت غلط، او انك كنت واضح بس اللي قدامك ما استوعبش الوضوح ده. يمكن اتحكم عليك بسرعة منه، او اتحطيت في قالب مش شبهك، اتحطيت في برواز مش شبهك، فبقيت من ساعتها بتحاول تتحكم في صورتك قدام اي حد، ومش بتدي نفسك على طبيعتك بسهولة لأي حد. وده خلاك تبني آلية دفاع غريبة عندك، انك تبان خفيف، هزار، سهل، بس في الحقيقة انت مش سهل خالص. انت معقد من جواك، بس بتخبي ده ورا خفة الدم وخفة الذل والكلام، كأنك بتقول انا تمام، انا تمام، وانت جواك اسئلة كتير مش لاقي لها اجابة. كمان يا جوزاء انت بتخاف من الملل بشكل مش طبيعي. الملل اول ما بتحس ان العلاقة بقت متوقعة او ان مفيش جديد، بتبدأ تبعد. مش عشان الشخص وحش، لا، لكن عشان دماغك محتاجة تحفيز مستمر، محتاج حاجة تشغلها. وده بيخليك دايما تدور على الإحساس اللي فيه حركة، حتى لو ده على حساب الاستقرار. وهنا بقى يا جوزاء بيظهر التناقض الحقيقي عندك. انت عايز استقرار، وده حقك، بس مش عايز روتين. عايز حب، وده من حقك، بس مش عايز قيود. عايز حد يفهمك، من حقك، بس مش عايز حد تشرح له نفسك. وده اللي بيخليك في صراع مستمر بين رغبتين عكس بعض، وكل مرة بتميل ناحية واحدة والتانية تسحبك. كمان في سلوكك ده بيبان انك ممكن تختفي فجأة من غير سبب واضح، ترجع تتكلم كأن مفيش حاجة حصلت، تغير اسلوبك فجأة او حتى احساسك. وده بيخلي اللي قدامك محتار فيك، ويقول هو انت ايه بالظبط. بس الحقيقة انك انت نفسك اوقات ما بتكونش عارف. ومع كل ده انت بتفكر كتير في الشخص اللي بيأثر عليك او بيأثر فيك، بتفكر فيه كتير قوي، حتى لو مش بتبين ده. بتراجع الكلام، بتفتكر المواقف اللي كانت بينكم وتفكر في احتمالات. بس دايما كل ده بيكون من بعيد ومن غير تقارب كافي انك تواجه، لان المواجهة بالنسبة لك معناها التزام، وانت بتخاف من ده.
بس اللحظة اللي بتكشف كل حاجة بقى في إسقاطك النفسي، إنك رغم كل محاولاتك بتبقى حر ومستقل. أنت جواك احتياج لحد يثبت معاك، حد ما يتغيرش بسرعة زيك، حد يكون أرض ثابتة وسط كل التقلب اللي جواك. بس المشكلة إنك أوقات بتبعد عن النوع ده من الناس. ليه؟ لأنهم بيحسسوك بحاجة أنت مش متعود عليها. إيه هي؟ الثبات. الخلاصة في طاقتك الحقيقة يا جوزاء إنك مش متردد، أنت بتفكر زيادة عن اللزوم، وكل الطرق اللي بتهرب بيها من الالتزام هي نفسها اللي بتضيع منك الإحساس الحقيقي. أنت محتاج حرية بس مش على حساب نفسك، ومحتاج حب بس لازم تتعلم وتثق فيه. ولو فضلت تمشي بعقلك بس هتفضل تلف في نفس الدايرة. لكن أول ما هتوازن بين عقلك وقلبك هتكتشف إن الاستقرار مش سجن يا جوزاء، ده أمان أنت كنت بتدور عليه من زمان. طب نشوف كروت السر هتقولك إيه. كروت السر بتقولك: سوف تمتلئ حياتك بالبركات المذهلة والأبواب المفتوحة والشفاء والعقود الجديدة والنعم التي لم تراها من قبل. جميلة رسالتك. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج الجوزاء. أتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني يا حبايبي في فيديو آخر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.